بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم في اللقاء رقم 40 والرواية رقم 40 في صالون بيت الراوي. طبعا احنا سعداء ان عندنا النهارده 3/4 الحضور ضيوف جداد. احنا سعداء بيكم جدا. النهارده الرواية اللي هنناقشها واللي هتدير اللقاء اختنا كوكب، رواية فرانكشتاين في بغداد للكاتب العراقي احمد سعداوي. رواية مهمة وحصلت على جائزة البوكر، جائزة الرواية العربية. من أهم الملاحظات في حصولها على الجائزة هي مستوى الابتكار في السرد. فالنهارده هتدير اللقاء أختنا كوكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أشكر حضوركم. رواية اليوم عندنا فرانكشتاين بغداد، يعني اسمها فرانكشتاين في بغداد. شخصية فرانكشتاين، من أين جاءت شخصية فرانكشتاين؟ وشلون وصل لبغداد؟ شخصية فرانكشتاين هي شخصية من صنع الكاتبة الإنجليزية ماري تشيلي. هي أنشأت شخصية رواية اسمها فرانكشتاين، عبارة عن عالم، شخص صنع، يعني ما بقول خلق وإنما صنع شخص. هذا الشخص صنع مخلوق غريب في تجربة علمية غير مسبوقة سماه فرانكشتاين. طبعا رواية فرانكشتاين الأصلية مختلفة تماما عن روايتنا لهاي اليوم، بس متشابهة معها من ناحية المخلوق الغريب. فرانكشتاين الأصل صنعته مال تشيلي، وفرانكشتاين في بغداد اللي صنعه أحمد السعداوي. شلون وصل فرانكشتاين إلى بغداد؟ عن طريق أحمد السعداوي. أحمد السعداوي هو كاتب شاب مواليد السبعينات. أصدر روايته في مارس 2013. في سنة 2014 فازت هاي الرواية بجائزة البوكر، اختيرت من بين 18 دولة، اختيرت في المركز الأول، وأيضا فازت بجائزة الدولة الفرنسية في سنة 2017. طبعا جمال الرواية هذه، من قد ما هي رواية جميلة، ترجمت إلى أكثر من 15 لغة، يعني اللغة الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والكورية والصينية واليابانية والألمانية والتركية والفارسية والإيطالية والروسية والبلغارية والسلوفاكية والبوسنية والعبرية. 15 لغة حية ترجمت إليه هذه الرواية. لماذا؟ هل تستحق هذه الرواية أن تترجم إلى أكثر من لغة؟ أنا أرى أنها تستحق. أجاب عن هذا السؤال رئيس لجنة التحكيم في الرواية العربية، رواية البوكر، قال السبب في أن فرانكشتاين اشتهرت بهاي الطريقة أنها تختزل مستوى العنف اللي مر فيه العراق من بعد سقوط بغداد سنة 2003 إلى حاليا. يعني هي سنة 2014 هي اللي اختيرت بجائزة البوكر العربية. تدور أحداث الرواية في منطقة في العراق تدعى البتاوين. بعرض لكم فيلم عبارة عن 5 دقائق عشان يعني يكون ذهنكم حاضر. هاي المنطقة ليش اختارها المؤلف؟ اسمها مرة ثانية منطقة البتاوين. عمرها أكثر من 100 عام، لها تاريخ عريق في العاصمة بغداد، تبدأ من الأورفلية حتى نهاية الشارع. العكس استنى بالخلفية. العكس. نعم هذه. عمرها أكثر من 100 عام، لها تاريخ عريق في العاصمة بغداد، تبدأ من الأورفلية حتى نهاية شارع الزعيم عبد الكريم قاسم. يسكنها أغلب الناس من الطبقات الفقيرة من المسيحيين بالدرجة الأولى جنبا إلى المسلمين، ومن قبلهم كان قد سكنها اليهود. سميت بالبتاوين نسبة إلى البتاوين وهم جمع بتاوي، وهم مزارعون نزحوا من قرية لد على نهر نهروان شمالي ديالى، وقاموا فيها أبان القرن 19.
تتمركز في منطقة البتاوين أشهر السينمات البغدادية والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف اختصاصاتها. يعني مثل كل شيء الأصالة بهالبلد، كل شيء النقاوة، المحبة، الإنسانية، الصداقة وغيرها. هو هذا بلدنا يعني الحمد لله مبني على الصفات كلها. هاي المنطقة أولا هذا ناس مسيحية أغلبيتها مسالمين، يعني احنا نصور بالصقور ما صارت هنا غلقة واحدة ولا صارت أي شيء قبل، صارت هي منطقة سكنية مثل ما يقولون ولها ناسها ولها أهلها، يعني هسه بعض الآثار موجودة يعني نجمات يهودية هاي هسه انهملت من قبل الدولة ومع كل الأسف هاي عبارة عن حضارة معمولة مجرد ياكلوا وناس عمالها نفسهم ويقع صارت منطقة سكنية يعني أقل بيت شارع، هسه لحد الآن أقل بيت عمره 300 وشوية سنة، بس مع كل الأسف على الدولة والسياسة. كانت المنطقة تعتبر مركزا لمسيحيي بغداد، ولكن بداية عام 1980 بدأ الناس بالرحيل عن المنطقة إلى مناطق أخرى من بغداد نتيجة تحول المنطقة إلى منطقة صناعية، فضلا عن هجرة عدد كبير من أبنائها خارج العراق. عندما تطالع البيوت ترى فيها عبق الماضي من شناشيل ونحوتات، لكنها باتت تئن بسبب الإعمار وتآكل الزمن، تنتظر لحظة سقوط أو هدم. كانت منطقة يعني احنا ضمج نجي هنا نتونس، نظيفة وتمشي بالشوارع كلش نظيفة، وهسه هذا التبليد اللي مشيت هنا تجي كان فرش طابوق كل الأرضية ما تطبقت طابوق، يعني خلينا يجي كثير. تراث عراقي مهمول وماكو مبادرة أو منظمة أو مجتمع دولي أو عراقي أو واحد سياسي طلع منه مبادرة ورمم هاي البيوت، لأن هي هاي تمثل العراقيين، بس جريمة مع كل الأسف. أحلام الصبا والشباب كانت تولد. بس انا ابيكم تركزون على المناطق، على يعني على الصوره، كيف صارت؟ على الصوره. منطقه البتاوين كما موضح في الفيديو انها كانت منطقه راقيه تجمع الاسلام والمسيح واليهود والشركات والمصانع، تحولت من منطقه راقيه ومنطقة ولد فيها بعض السياسيين الكبار مثل عبد الكريم قاسم، مثل زها حديد، إلى منطقة مكان للجريمة، وكر للمخدرات، الخروج على القانون، الدعارات وما إلى ذلك من فساد. يعني منطقة البتاوين كانت منطقة حضارات حاليا، ومش حاليا اللي ابتدت، يعني على فترات إلى أن وصلت إلى يومنا هذا منطقة مكان للخروج على القانون وما إلى ذلك من الفساد. فلذلك أحمد السعداوي كتب قصته اللي هي فرانكشتاين في بغداد من هاي المنطقة، العشوائيات، المنطقة اللي ينتشر فيها الفساد، كانت فرانكشتاين في بغداد سنة 2005، زمن الرواية 2005. فرانكشتاين في بغداد تتألف من 18 فصل، كل فصل وكل شخصية من شخصيات الرواية تصلح بأن تكون رواية مستقلة، أي أنها عبارة عن مجموعة من الروايات والقصص المتشابكة والمتداخلة فيما بين بعضها البعض. قصة فرانكشتاين في بغداد الهدف الرئيسي منها هو إلقاء الضوء على حال العراق أو حال بغداد بعد السقوط، هاي الفكرة الأساسية. بس في أفكار فرعية كثيرة في قصة فرانكشتاين بغداد. على سبيل المثال شخصيات كثيرة، أحداث كثيرة، أمور كثيرة. بطل القصة الشخصية اللي من الفصل الأول للفصل الأخير هو هادي العتاق. اسمه هادي العتاق لأن العتاق باللهجة العراقية وباللغة العراقية الشخص اللي يبيع أشياء قديمة، العتاق، العتيق. عتيق. نعم. يبيع خردة باللغة العتاق، ينطقون على العتاق، عتيق. يعني هو عتيق.
من هذا العتاق لقب لأنه يبيع الأثاث القديم، وكلمة العتاق تعني بالعراقي القديم. إيش كان يسوي هذا العتاق؟ كان يجمع أشلاء الضحايا اللي مثلا تروح في التفجيرات يجمعها، وكون شخص. جمع مثلا صار انفجار، هنا مثلا وقعت ايد ورجل الشخص الاخر وانف الشخص الاخر الى ان كون شخص. هاي الشخص سرعان ما نهض وقام وارتكب العديد من الجرائم بحجة انه ينتقم من الاخرين اللي قتلوا اجزاءه. في احد الحوارات اللي قالها كان هذا العتاق سمى هذا المخلوق الغريب سماه الشسمة، هو نفسه فرانكشتاين. فرانكشتاين احنا قلنا رواية انجليزية الاصلية نعم. بس هو مسميه الشسمة. في احد الحوارات معلش تفضل. بخصوص هذا الكائن لم اقرا الروايه. تفضل. هل امنته بالافكار المحركه له؟ لا هو هذا كيف تكون؟ بقول لك فكريه يعني هذه العتاق كان الهدف انه رجل كبير ورجل يعني اخذ هاي العمليه انه يتسلى. كان هو يتسلى، كان يسرد الروايات الطريفه، يقول حق رواد المقهى ان انا مثلا كونت كذا. بعدين روح احد ضحايا التفجيرات دخلت الروح احد ضحايا التفجيرات دخلت في هاي الجسم اللي هو صنع هذا العتاق. فقام هي عباره عن ايه؟ شخصيتها ايه او كان دورها في الحياه السابقه ايه؟ بشرح. هاي الروح احد التفجيرات كان شخص يعمل في فندق، شخص بسيط قادم من الجنوب عمره 21 سنه يا زوج متزوج. انفجر الفندق وانفجرت اجزائه وروحه طارت. لما شاف اشلاءه متناثره، فالروح ظلت تتكلم الارواح تقول انا وين جسدي؟ انا وين جسدي؟ انا يعني حوار عجيب في هاي الروح التائهه اللي هي اسمها محمد حسيب او محمد حبيب. عنده الروح ترى محمد حسيب جعفر. حسيب محمد اي ايا كان الاسم. حلت الروح في الجسد اللي صنعه هذه العتاق. نعم. وقامت ترتكب قامت تنتقم من اللي قتلوا الاجزاء. يعني مثلا هذا الشخص قتل هاي الشخص جزء منه ايده، الشخص الثاني في رجله. فكانت الفكره على اساس انه لما ينتقم من الشخص اللي تسبب في موته الجزء منه خلاص ينتهي. ففرانكشتاين او الشسمة اللي صنع هذا العتاق على اساس انه يحافظ على بقائه، صار بعدين من انه يقتل اللي تسببوا في موته الى انه يقتل في سبيل الحفاظ على بقائه. يعني انقلبت الايه، يعني انه يبي يحافظ على بقائه ويبرر حق نفسه، يقول يعني هذا الشخص كان بيموت مثل لما كان مره يمشي في الطريق وعينه ابتدت عينه تروح لان انتقم من الشخص اللي كانت عينه موجوده في جسم فرانكشتاين. فقال وشاف شخص قتل الشخص واخذ عينه وقال برر حق نفسه، قال ان هذا الشخص كان بيموت فانا اخذت عينه. فتطلع لك فلسفه عجيبه. فرانكشتاين احد الحوارات يقول انا رمز العداله الوحيد على هذه الارض. بس هو كما فرانكشتاين ينتقم من اللي قتلوه ايضا يقتل ناس ما لها دخل من اجل البقاء. من اجل البقاء. كان هذا العتاق يسرد على زبائن صديقه صاحب المقهى عزيز المصري. وكان الحكايات التي يقوم بها، يعني مثلا يقول لهم ان انا كونت شخص وكونت واخذت جسد الايد من هذا والرجل من هذا. رواد المقهى هذا كانوا يعني ياخذون حكايات على اساس انها حكايات طريفه بس ما كانوا يصدقونها.
لانه هو اصلا كان الى جانب انه هو عتاب هو كان بعد كذاب. فمن اللي سمع بهالحكايه؟ اللي سمع بهالحكايه الاجهزه الامنيه ممثله في شخص اسمه العميد سرور. كان هاي عباره عن يرأس لجنه، اللجنه هاي مكلفه انها تتعقب الجرائم وتعرف منو اللي مسؤول عن هاي الجرائم. فلما سمع بحكايه هذه العتاق ما اعتبر انها مجرد طرفه ومجرد قصه، لا، ظل يتعقب الموضوع. في النهايه نهايه قصه فرانكشتاين في بغداد حدث ايضا تفجير، وهذا العتاق انصاب في التفجير وشكله صار بشع وغريب. دخل المستشفى، تعالج المستشفى وطلع من المستشفى، اختفى فترة. الأجهزة الأمنية بدل ما تقبض على فرانكشتاين الأصلي قبضت عليه هو، قالت هذا هو فرانكشتاين صانع الشخصية. بينما فرانكشتاين الحقيقي موجود، لا زال موجود في الشارع العراقي، لا زال يقتل ولا زال موجود. أيضا هاي الرواية وضحت لنا فساد السلطة، الفساد الإداري، الرشوة، التقارير المزورة، علاقة أصحاب المال علاقة أصحاب المال بالسلطة، ما لها وما عليها. إيجابيات هاي الرواية أنا أشوفها إنه ألقى الضوء على حي البتاوي وكيف أنه تحول من حي راقي إلى مكان للبؤس والتشرد والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية والدعارة وعدم قدرة الدولة على التعامل معها. يعني احنا إذا كان في البتاوي كان حي راقي تحول إلى حي عشوائي مكان للجريمة، حاليا الدولة أصلا فاقدة السيطرة على هاي الحي. فهاي ذكاء من المؤلف إنه لما يبي يطلع جريمة في هذا الحي في هذا المكان بالذات خلق شخصيات هاي فرانكشتاين. استاذه لو سمحتي معلش، تفضل. النقاش هل المكان تحول الى مكان بائس بعد الحصار والحرب؟ من قبل الحرب، من قبل الحرب الامريكيه واستمر. من قبل الحرب، من الثمانينات او من السبعينات بعد. وهو هذا المكان بالذات كان يحوي العائلات الفلسطينيه اللي جات من فلسطين بتاوين بعد نكسة 48 استوطنت في حي البتاوين. وعلى ايام عبد الكريم قاسم طلعت اليهود اللي موجودين في الحي وجاوا الفلسطينيين وسكنوا مكان اليهود. يعني احلال. بس تلاحظي حسب في الروايه حي البتاوين، بس اضيف نقطه، هو مثل ما كان يمثل العراق عامه، لان كل هذه الاقليات اجتمعت في هذا الحي ومنها فصار خليط العراق كله هناك، يعني دخل المنطقه كل اجناس. بس طيب الفلسطينيين ما خرجوا على، يعني اليهود ما خرجوا على يد عبد الكريم قاسم. لا ما خرجوا قبل عبد الكريم قاسم، يجوا بعد الانقلاب على الملك 58. اليهود خرجوا تقريبا سنه 50 بموجب قانون حطوا اللي هو نور السعيد. يعني هل هذه المدينة عفوا فيها فساد ورشوة كانت موجودة في أيام حكم صدام حسين؟ نعم موجودة. ما أعتقد صدام حسين لا يقبل لا، هو كان طبعا الحال الأمني ما كان مثل الحين، بس كان يعني صدام، لأن هاي موضوع آخر. طيب ممكن أجاوبك بعد ما أكمل الرواية، بس أكمل. فكرة الرواية رائعة، وكيف أنه اختزل العنف والدمار الذي حل في العراق من خلال الشخصية الفرانكشتاينية. أسلوبه السردي يلائم جميع القراء، بما في ذلك القارئ المتعمق ذو المعرفة الواسعة والقارئ العادي. استخدم اللهجة العراقية على لسان بعض الشخصيات حتى يكون قريب من المجتمع، ولأنه أيضا كان يتكلم على لسان أشخاص من حي فقير وشعبي، فمن الطبيعي أن تكون ألفاظهم ألفاظ الحياة اليومية في مثل هذا الحي. طبعا أنا شفت أن استخدام اللهجة العراقية عامل قوة، بس بعض مثلا في أشخاص مثلا اللي ما يتقنون اللهجة العراقية أو ما يعرفون اللهجة العراقية بيحسون يعني غير مفهوم، بيحسون نقطة ضعف. بس أنا شفتها قوة، لأن هو لما يتكلم على لسان شخصيات تعيش في مثل هذا الحي
شيء طبيعي ان الاشخاص بيستخدمون المفردات اللي تدور في حياتهم اليوميه. يعني ما راح يستخدم المصطلحات الثقافيه وما الى ذلك، اكيد المصطلحات اللي تستخدم اللي هي المفردات اليوميه. يعني على سبيل المثال ورد في هذه الروايه كلمات عراقيه، كلاوتشي يعني هو العيار المكار. ورد في هذا الروايه فيها بعيار يعني في عامية نفس الشيء عامية نفس الشيء عامية. اسف يا جماعه، مش انا متحيز للغه العربيه بس خليها تكمل بعدين نتناقش يعني بعدين خلاص بعدين نرجع لها عشان نخلص. يعني سوف يفتح باب مناقشه. انا بسجل كل حاجه، بس الشيء اللي شغله يذكر. هي بتقول من اهم كذا، بس يعني عشان ما تقاطع الاستفسار. اكيد اوكي. لديه طريقه رائعه في الوصف والتفاصيل، سواء من حيث الاماكن ام الاشخاص ام الاحداث، بل حتى الاكل المحبب لدى الشخصيات، مما يجعلنا وكاننا امام صوره حيه. حتى لما يتكلم عن الشخصيات، ما معروف عن الشخصيات اللي تسكن في المناطق العشوائيه تاكل اكل لا تاكله الشخصيات التي تسكن في المناطق الراقيه مثلا. يعني هذا الشيء معروف. لما كان الشخصيات نفر كباب او يفطر صباحا جيمر، قشطه اللي هي القشطه، الجيمر العرب، الصمون اللي هو الخبز او العيش، الصمون العراقي. ما راح بغداد ما يعرفوا الشاي ما راح يشرب قهوه. في واحد يسكن هاي المنطقه ما راح يشرب قهوه وياكل كرواسون. يشرب شاي وبياكل جيمر. الصمون. الحوارات الداخليه الرائعه، يعني حوار الروح التائهه. محمد حسيب عندما قتل جسده قتل وروحه ظلت تائهه تبحث عن جثتها، قابلت روح اخرى قالت لها ابحث عن، انت روح شوف الجثه مالتك وين. اللي قرأ الروايه يعني يكون مستمتع، على الرغم من ان بشاعه القصه من الناحيه الواقعيه او من الناحيه الحقيقيه، بس الروايه من الناحيه الادبيه رائعه جدا. ألقى الضوء أيضا على من خلال شخصية أبو أنمار على شغف الشعب العراقي بالقراءة. كان أبو أنمار شخص عادي لديه فندق، يوميا يقضي حياته بالسكر والعربدة، حاط له كتاب نهاية العالم ويقرأ فيه. فهو هاي فعلا طبقا للمقولة التي تقول مصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ. صح. وما إلى ذلك من الأفكار الكثيرة اللي يعني إحنا ما يسعنا نورد كل الأفكار اللي وردت في هاي الرواية. هاي الرواية من الناحية الأدبية أنا أشوفها رواية رائعة جدا. أيضا تمثل تاريخ العراق بعد السقوط، وأعتقد أن احنا نحتاج إلى أن احنا نقرأها مرة أخرى ومرة أخرى عشان نحيط بكل الافكار اللي وردت في هاي الروايه. بس الفكره الاساسيه ما آلت اليه العراق وبغداد من دمار، رائحه الموت المنتشره في كل مكان، الرشوه، الفساد، وكاننا امام دوله خارج الزمن، او يعني الدولة الوحيدة التي ماضيها أحسن من حاضرها هي العراق حاليا. يعني كل الدول مصر وسوريا. لا بس هي ماضيها بس كل الدول العربية. خلينا شوية. يعني احنا لما نتنافس مين الأبأس. طيب حاليا نفتح باب المناقشة، نبتدي من احنا خلينا نبتدي باللي قرأ الرواية بعد اذنكم، بس من قرأ الرواية أول شيء ناخد الآراء. اللي قرأ الرواية مرة واحدة ولا مرتين؟ أنا قرأت مختصر بسيط يعني. نعم. أعتقد أن أحمد سعد السعداوي عفوا بين قوسين سرق فكرة رواية من روائية إنجليزية فرانكشتاين. نعم. حاول أنه يعدل فيها شوية. هل هذا مشروع؟ عمل مشروع؟ طيب أرد.
هو يعني ما سرق الفكرة، هي الفكرة فرانكشتاين الأصلية. هو قال في البداية حاط مقولة لماري شيلي، بس نظرت إلى فرانكشتاين وقالت له بإمكانك أن تقتلني. هي فكرة فرانكشتاين الأصلية أن إنسانة تبي تصنع شخص يحوي كل جمال العالم، فصنعوا شخص كل بشاعة العالم. أحمد السعداوي وظف فرانكشتاين يلائم الوضع الحالي في العراق. أنا الملاحظة البسيطة اللي يعني يمكن تكون ملاحظة سلبية، أنه هو ما ذكر في بداية الرواية، كان المفروض يذكر في بداية الرواية من ناحية الأمانة الأدبية اللي هو أن فكرة فرانكشتاين نفسها مستعارة مستوحاة. هو حط في البداية اقتباس واضح، كلام واضح. العنوان خلاص محتاج يسوي. هو حط العنوان بس ترى هذا الشيء يعني مش هو افترض يا كوكب ان كل القراء اللي هتقرا روايته هو فاهم فيه شخصية واضحة وضوح الشمس، محتاج يعرف. ما فيش اثنين فرانكشتاين. فهو قال في بغداد. ايوه بالضبط. ولا قال لي يزور بغداد، لا قال في بغداد. استاذ احمد يعني باختصار هو الشخصيه نفسها لكنها في بغداد. يعني الشخصيه مع المتعارف عليها صارت بغداد، يعني ايوه بالضبط في بغداد صح. بس لو اعتقد لو ذكر يعني كان بيكون افضل، لانه يعني القارئ مش بالضروره ما في حدا شك بانها في سرقه ادبيه. اي حدا قرأ الروايه لا ما فيها سرقه ادبيه بالضبط، ما فيها ولا حتى تلميح ولا حتى في تشابه. فرانكشتاين كاسم يعني يستخدم اي اسم اخر. هو في الروايه هذه العتاق مسميه شو اسمه، بس صحفي اسمه محمود السوادي. لأنه طبعا هو ذاك صحفي وعنده علم إنه في فرانكشتاين بالرواية، فكتب فرانكشتاين في بغداد في يعني عبارة عن مقالة صحفية. هذا هو بس نوضح للكوكب الشسمة معناها الذي لا اسم له، يعني الذي لا اسم له. احنا في الخليج نعرف استخدم نفسه احنا المصطلح. على هذا الاعتبار انا قرات قليلا عنها، فلتسمحوا لي بومضات سريعه جدا مختصره، ومن شاء ان يناقش فله الحق في ذلك. كلمه فرانكشتاين والبدايات دي بنسميها في استاذنا قاعد العتبات او عتبات النص. قبل ان ادخل النص كتب الرجل 3 مقولات. نعم. هذا ليس بحثا علميا. نعم. حتى يكتب ان هذه الفكره ماخوذه عن كذا، بل بتلك الاشارات دي واحد. حاجه ثانيه، حاجه اسمها المفهوم الدلالي لكلمه فرانكشتاين. هذا الاسم اتخذ في العالم وفي الادب العالمي ان الانسان حينما يصنع شيئا لغرض ما يحيد عن الطريقه الصحيحه فيتحول الى الشرور، زي ميثولوجيا بندورا، صندوق بندورا، ان هي فتحت الصندوق متلهفه تريد ان تجد ما فيه فوجدت اشياء شريره جدا. دي حاجه. ارجع للحاجه المهمه واقول لحضرتك كمان من خلال كلامك انت، لماذا اخذت هذه الروايه تلك الجوائز؟ التكنيك الذي كتبت به الروايه فيه الكثير من الجده والحداثه. نعم. 2 اتخاذ الحي. انا اعتقد واساتذتنا كلهم قاعدين ان في حاجه اسمها الرمزيه. رمزيه المكان. الرمزيه هنا بتتعدى الجانب الفيزيقي. تحول من الى، يعني بغداد كانت حلوه ثم اصبحت لا، فيها بعد فلسفي. في حاجه عندنا بنسميها شخصيه المكان. كما للإنسان شخصية تميزه عن غيره، أيضا البلدان والمدن والأماكن لها شخصيات تميزها دون غيرها. نعم. هذه الدلالة تتعدى الإثنية العرقية، الأعراق اللي كانت ساكنة، الإثنية الدينية، الجيوبوليتيك اللي موجود فيها متغير ومتنوع، تمثل الفسيفساء العراقية. وبالطبع نحن نعرف جميعا
مدى صعوبة تلك القصة الفساد. دي حاجة. صحيح. كون المكان في هذا المكان وهذا انبثاق القصة منه بيدل على أنه يريد أن ترجع بغداد كما كان العهد في هذا المكان. حاجة تانية خلت الرواية من خلال القراءة السريعة برضو أنه المفهوم الفلسفي غير الواضح، لم يقف كثيرا أو لم يبرز المباشرة، بل كانت معظم الحوارات تحمل في داخلها طيات فكر، حتى فكرة الانتقام والعبقرية في اختيار فرانكشتاين كيف تكون. هنا في آلية جميلة جدا وجديدة، إن هو تكون من أشلاء أبناء هذا الوطن. صحيح. وبعد فترة زمنية أصبحت تلك الأشلاء تأكل نفسها من جديد. نعم. وأصبح مفهوم الدولة فلسفيا لابد أن يعاد فيه التفكير. شكرا. نعم. شكرا. شكرا. خليني اسمع. انت اخر واحد انا بس. من عنده مداخله بعد؟ رندا؟ من عنده مداخله؟ قرأت الرواية يعني ما شاء الله أوجدتي كوكب. بس تعليق زيادة، أنا دائما بالروايات بحب إذا عم نحكي عن بلد أو مدينة أو شارع أو حي معين يكون في وصف للأشخاص، مستوياتهم الثقافية وطريقة تفكيرهم والشعبية لازم نشوفها حتى نقدر نكون صورة بفكرنا عن الحي المعين الشعبي. وكل بيت وكل شخصية كيف بتفكر وكيف تتوهم، وأي الخيال اللي عايشة فيه، مثل أم دانيال عايشة بعالم لوحدها، هذا كله موجود بالواقع، هذا موجود. فأنا بحب الكاتب كثير لما يفرجينا الواقع بكل نواحيه. الفكرة الجميلة اللي كانت بالرواية اللي عجبتني هي قصة تحقيق العدالة، بس على يد مين بينصب نفسه؟ الجلاد. صح. بالنهاية الجلاد هذا بحق له هو اللي يعطي إصدار الأحكام بالنهاية أو لا. وفرق بين العدالات الثلاثة اللي حكي عنها، عدالة الشارع، عدالة السماء، وعدالة القانون، كيف تطبق ومين بيطبقها ومين بيحكم فيها. صحيح. بالنهاية فرانكشتاين كان عم يجرب يحقق العدالة، لكن ضاع وصار هو المجرم بالآخر. اتخذ شخصية المجرم بالآخر وبطأ ما قدر بقى يطلع من الشخصية. نعم. وصار يدور ياخذ شيء، كان أول شيء همه إنه بده يحقق الهدف بعدين يتلاشى. نعم. صار بعدين بده يرجع يجدد نفسه مثل ما قلتي، صار همه إنه يضل حي. نعم. على طول. نعم. حتى صار على الأبرياء يقتلهم. من يحدد نسبة الإجرام في شخص ما، هذه على لسان أحد الشخصيات. أيوة. هذه العتاك اللي حكيتي عنه كنا من الأول عم نستنى عقابه على يد شو اسمه، لكن عقابه إجا على يد الأجهزة. عقاب عدالة القانون إجت، يعني دائما العقاب رح يجي لكن على يد ما حدا بيعرف. نعم. وضل شو اسمه عايش. ضل عايش. وضل ما خلاه بس انقطوا. صح. القصة بالنهاية إنه وصل لمرحلة شو اسمه إنه الأجزاء وبطلت أجزاء ضحايا فقط، صارت أجزاء حتى من المجرمين. لدرجة حتى عم بيفرجيكم رمزية إنه في العراق وخراب العراق إنه بالنهاية الكل مشترك في خراب العراق. نعم. حتى الأبرياء صاروا كمان مشتركين في خراب العراق بشكل أو بآخر. نعم. هذه هي الرمزية الجميلة اللي أنا أخذتها من القصة كلها. هيدا هو باختصار. اكيد عجبتني الروايه جدا، عجبتني. احمد حتى الجناح لا انت كده انا احمد خلوا اخر شيء لان انا بس سؤال. يلا احمد العلوي ايش يقول؟ احمد العلوي يقول الروايه هي انا ما حبيته في الروايه هو استغلال الشخصيه، استغلال القصه الام من مايا شيري، وهذا الاسلوب جدا مقتنع فيه وضروري، لان دائما انت لو تلاحظ واحد احنا في الادب في ثنائي مثلا من الثنائيات المشهوره في الادب اللي اسسها دون كيخوت لا زالت لحد اليوم تتكرر في الاعمال الادبيه، في اثنين واحد نقيض واحد، تمام. هذه فكره. بالنسبه لشو اسمه هي روايه عظيمه. كيف عظيمه؟ استغل هذا تشكل الانسان من لا شيء وحط قصه. اذا كان
في القصة الأصلية هو عالم هدف إنه يخلق هذا المخلوق يكون جميل وأخفق مشروعه، الشارع أو المأساة العراقية هي اللي بنت شو اسمه داخل العراق من الأشلاء اللي مجتمعوا. حتى لو الحاوي كان عنده فكر لما خلق كذا يظل أن استغلال هذه الفكرة بهذا الشكل اللي حطها أحمد هو الفريد في العمل بحد الأساس، من غير الجماليات الأخرى. لو نتكلم عن تشريح الشارع العراقي، لو نتكلم عن اختيار مكان، أشياء كثيرة، بس تعامله مع الفكرة، طرح الفكرة هو المهم. يعني حتى كأنه يقول يعني مليون شخصية ممكن تمشي على المنوال، ممكن تكون هي أصل لعمل آخر، لكن أنت تصنع شيء منها جديد، محور جديد تخلقه. فلما قريت الرواية الأم عندها فكر عالي. الرواية الأم في فلسفة عميقة ما بين فلسفة خلق، أنت خالق. يقول له في الرواية فرانكشتاين الأصلي يقول له خالق في العمل الأصلي. هني شو اسمه ينتقل للشارع، ينتقل من جزء منه. شوف الفكرة صحيح. ثم بعدين يتعالج، ثم بعدين يعني في من ضمن عشان نعرف ان في فعلا عمل ادبي شغال في هذه الشخصيه بالذات، ان المرحله التي فيه ان هم يجيبوا له الاجزاء اللي تجدد. تذكروا لما جابوا له شيء قص او جزء قديس فيصير طيب، فخاف انه يصير طيب ولا يقتل. حنيجي الفكره وين؟ صحيح. شوف كيف تعامل احمد مع الفكره. صح. فهذا هو اللي يعطي الفارق للشخصيه الروائيه. صح. كيف يتعامل وكيف يتحرك داخل هذه المحيط العمل الادبي. صحيح. فكان عالي جدا احمد في هذه الروايه. صحيح. وهذه الشخصيه تعامله بحد ذاته مع الشخص وحركاته هي مهمه جدا بالنسبه للشخصيه الروائيه. في شو اسمه عمل فارق جدا جميل. هذا اللي عندي يعني. وفي اشياء كثيره، جماليات اللغه وجماليات المكان والتاريخ، في اشياء كثيره. الروايه هذه مثل ما ذكرت فيها عمق فلسفي، فيها شارع، فيها تاريخ، شرخ اتجاه مشكلة، فيها امور كثيره. يعني ما يسعنا احنا في نقاش لمده ساعه وساعتين ان احنا يعني نلم بكل الافكار، بس الفكره الرئيسيه ما آل اليه العراق بعد هو الذكاء. هاي الذكاء، ذكاء تحرك الشخصيه داخل الروايه. هو اللي خلقت القصه كامله صح بشكل قوي، وذكي منه. يعني داخل القصه عظيمه. يعني الحوارات يعني حوار فرانكشتاين لما مع العتاق، لما يقول له انت، لما كان العتاق خايف منه يقول له انت بتقتلني انا ابوك. حوارات جميله. لما عنده في كثير من الاهالي بيكونوا اغبياء بس بيولدوا عباقرة. ايوه. وبعدين حوار الروح، حوار الروح التائهه اللي الروح تدور جثتها وتشوف الشخص الاخر اللي ميت وتكلم الشخص اللي ميت اللي موجود على القبر. هذا الشاب اللي يشرب سيجاره على القبر، يشرب سيجاره على القبر، يقول انا عقب شوي بموت بيدفنوني. يعني حتى المستوى التخيلي يعني في الروايه مستوى فكري عالي يعني لو بس الروح التائهه هاي اللي هو محمد حسيب، هذا الشخص الجنوبي، بس سواله روايه يعني الروح التائهه، بس تكون روايه يعني مستقله، روايه مستقله بحد ذاتها عن روايه فرانكشتاين، لان الفكره والبعد الفلسفي. تفضل استاذ حمد. الفلسفه الوجوديه بتجيب على حضرتك. الوجوديه بتقول الماهيه تسبق الوجود، اما الوجود يسبق الماهيه. هو هنا في الحوار اللي الاستاذه قالت عليه يقول له انا ابوك، انا ابوك. التشكل في صلب الفلسفه الوجوديه بيقول ايه؟ ان الانسان عبر صيروره الزمان هو الذي باختياراته يهيئ او تتحقق ماهيته وتحدث من داخله وبسبب اختياراته، وليس اي ارتباط بالاسره او بدين او باي شيء. فدي فلسفه وجوديه، ان هو بالنص الوجودي خلقه، نعم، ولكنه ينمو عبر الصيروره مع الزمان بعيدا عن اي ارتباط بما سبقه. سؤال انا بدي اسال. نعم تفضل. سؤال. الله يجزاك الخير، ما شاء الله جهودك طيبه ومباركه
المقدم كعب استجماع هذه الأفكار الجميلة، ولكن أنا أرى يعني الروايات يعني أليس للنفق من يعني نهاية؟ يعني هذه الرواية يعني وضعت القارئ على الدرجة الأولى للخروج من هذا النفق. هل يعني وضعت الإنسان المثقف العربي في الوضع اللي يجب أن يكون وليس الوضع الكائن؟ لأنه الوضع الموجود الآن يعني ينم عن ثقافة أو قوة مصنوعة من كرتون سرعان ما تبعثرت وانهارت أمام غزو خارجي، ولو كنا نتوقع أن لا يكون ذلك. يعني نحن ما حصل كأنه حلم صدمة للجميع. فهل صاحب الرواية يعني يضع للأجيال بصيص أمل، ولا بس هو يروي مجرد أن يستمتع القارئ فقط؟ ولكن لابد أن تكون في روايته يعني أنه أمل أو يعني رؤية. هو نقد الرواية نقدية، فيها مستوى عالي من النقد السلطي. رائع أنت قلت فيها رؤية معينة الكاتب، لكن هذا هو دائما في الأدب عموما يقدم لك حل. لا يسلط الضوء، لكن بيسلط الضوء على واقع موجود. لا مسألة الفائدة، يعني أنت الروح التائهة، ما هذا نحن نشعر بالمرار حينما نرى هذه الروح التائهة لأنها تعيش في دواخلنا. ما أنا قلت لك الرواية من الناحية الأدبية رائعة، بس من الناحية الواقعية وحقيقتها قاسية، بس ناحية أدبية رائعة. ناحية أدبية رائعة. أنا بدي الأجيال لما يقرأوا مثل هيك إنه أقل ما فيها رؤية الكاتب نفسه، رؤية الكاتب، يعني هل برزت شخصية الكاتب غير موجودة بالمرة. الحلول اللي في ذهن الكاتب إنه للأجيال القادمة إنه حتى لا نصاب مرة أخرى بانتكاسة كما انتكسنا في بغداد وانتكسنا في سوريا. أستاذ تتحمل الرواية أكثر يعني من ليس كذلك. أنا أقول حينما تصف واقع مؤلم ومحزن، وبعد أن كان الناس يحيوا في حياة وادعة جميلة رائعة بأطيافهم بسرعان ما تبخرت هذه الأمور. بس الناس ما آل إليه وضع العراق حاليا لم يأتي من بين ليلة وضحاها. الناس كانت عايشة بغد، لا مش الواقع العراقي يكذب تراكم. العراق دخلت يعني أنا ما بتكلم في السياسة، دخلت حرب الإيران خسرت، بعدين حرب الكويت، بعد الكويت حصار، بعد الحصار سقوط. طيب شو الحل؟ أنا بدي صحيح كله كلامك صحيح، هو لكن الأجيال يعني نتخيل الحل. الرواية لازم تخيل يعني لازم نتخيل الحل. احنا ما عايزين خيال. العمل الروائي ركب خلصتها. يعني لازم آخر فصل يعني سوالف شيء مراوحة. أنا أقول لك آخر فصل قتلوا فرانكشتاين، قتلوا هذا العكاز وفرانكشتاين صار. وظل يمسح على القط. أيوة. معناته ذلك أنه موجود. معناته يعني كأنه يوحي للأجيال أن هذه المأساة لن تنتهي. والله أنا كإنسان أقول لك نعم. حرام عليك. لا هذا ما يصير. نسمع رأي دينا. طيب هي قرأت الرواية. اليأس والقنوط لا يجوز بأي عمل. مش يأس ولا قنوط، لكن الواقع يتبدل. خلينا يا كوكب نسمع بس مشان الوقت. بس أختصر بس بآخر. أنا هجاوب على 1258 كان غزو التتار والمغول بالعراق. 1260 سنتين فقط، كان 180 درجة. صحيح. تحول سنتين. الأمة هذه واللادي لن تموت. إن شاء الله. لازم نشوف. تفضلي دانا. أنا للأسف خسرت الكلام كله في الأول كله، كنت عايزة أسمعه جدا، بس أنا كنت حريصة إن أنا أحضر لأن أنا قرأتها. الحبكة فيها كانت قوية جدا وخلتني رغم إن هي 360 أو 354 أيوة، إلا إني فعلا كنت مخلصة بسرعة، فده شيء يحسب للرواية. شعرت إن كانت فيها تساؤلات كتير وبقيت تساؤلات، يعني ما قالتش ليها أجوبة، في صراعات بين شخصيات كتير. كنت منتظرة تيجي النهاية تقول لي ليه أسباب الصراعات دي. أحسنتي. في شخصيات ظهر. لا شو العلة؟ صحيح. خلونا كمل. لا كلامها منطق. ففي صراعات كتير بين شخصيات، في شخصيات كانت بدأت تبرز للخلافات بسببها، وفي الخلافات بينها، وفي صراعات لا ما عرفتش ايه المنطقية.
ده الشيء الثاني ان كان في بعض الفقرات كان يقول سيحدث، سيحصل، سيكون بعد قليل. كنت بتساءل يعني استغربت ان الاسلوب ده شويه في الروايه مش معتاد، هو ليه بيقول لي بعد شويه يحصل ايه؟ المفروض يتركني فيه النهايات المفتوحه موجوده تمام، بس هو كان بيجي فتره يقول لي بعد قليل سيستيقظ ويتغير، بعد مش عارفه ايه، المفروض يتركني دايما في حاله تشويق، هو كان بيعرفني بعد شويه هيحصل ايه، فهو بيحرق لي حدث ان انا خلاص منتظره في الفصل معين هيحصل. فدول كانوا نقطتين واسمعكم واذا عندي تعليق. طيب سلمان انت قريت الروايه؟ انا ما كملت الروايه، فانا اعطي مجالي لاخوي محمود. الميكروفون عند محمود. شكرا لكم جميعا، وشكرا للاستاذه كوكب على الروايه اللي قرأناها. طبعا في مجمل العمل الادبي لابد ان يحترم، لان الاديب بيقوم بدور قوي من حيث ايراد الموضوع وادخال الفن والجمال في الموضوع. اي عمل ادبي ان اتصف كما يقول بعض القراء او النقاد ما قبل الحداثه وما بعد الحداثه الى غير ذلك، لابد كما قال الاستاذ زكي نجيب محمود ان يمتاز العمل الادبي بنقطتين. اول نقطه ان يعبر العمل الادبي عن ذاته. ثاني نقطه ان يكون العمل الادبي ذات متفرده. هل فرانكشتاين في بغداد عبر عن ذاته كعمل ادبي في مجال الروايه؟ لا. أنا الرواية دي نموذج للأدب الرث، ولا بد أن يقرأ القارئ الأدب الرث إلى جانب الأدب الثمين حتى يميز نقاط الضعف ونقاط القوة، ولا يتكلم عن محض هراء ولا يرمي في عماية. النقطة الثانية، هل العمل الأدبي الرواية فرانكشتاين في بغداد كانت عمل متجسد بذاته؟ لا. كل الأقوال اللي حضراتكم طرحتوها هي عن معلومية بوضع العراق، وهي عن معلومية بالأصول التاريخية للعراقيين والأحوال الطائفية والأحوال السياسية. هل الرواية لشخص لا يعلم العراق ستكون حل كافي واطلاع كافي لهذه المعرفة؟ لا. أكيد لا. إذن هو ليس في المقام الأول لا يعبر عن ذاته كعمل أدبي يمثل فن الرواية، ولا يعبر عن ذاته كعمل أدبي منفرد. لا أنا بالعكس، أنا أختلف معك. دائما يعني ما نحبذ أن نتناول العمل الأدبي من مجال معياري أكثر من إنه يكون مجال تذوقي. يعني الحدوتة الحدوتة الله يكرمك، الحدوتة لو مش عجباني كفرد قارئ مش بالضرورة تعني إن العمل الأدبي فاشل. ممكن واحد يقوم يبني لي بيت، والبيت يكون متناسق ويقوم بالدور بتاعه من متانة وقوة وحفظ للروح والمتاع، ولكن هو شكله مش عاجبني، ولكن هو ما زال انا هقر ان هو بيت موجود بيت ومحترم ويسكن ويباع ويشترى الى غير ذلك. اما الروايه هنا من حيث الشخصيات كلها شخصيات سطحيه بسيطه غير مؤثره، غير مؤثره بالكليه، غير عاكسه. دور الشخصيه في الروايه ودور الشخصيه في الحبكه غير عاكسه للدور المطلوب. الزمان والمكان اقدر اجيبهم من اي مقال، هو ما اضافش جديد. الحبكه كانت رثة جدا وبها كثير من الإسهاب وبها كثير من الإطالة، ربما لإطالة الرواية. في فصلين بنفس العنوان، الروح التائهة في الأول غير مبرر، والروح التائهة في 15 غير مبرر. في 15 ممكن أحذفه حذف من الرواية لأنه كان يمثل روح محمود السوادي لما كان يشتاق إلى نوال الوزير في فتاة الليل. يعني أنا استفدت حاجة كده من الروح التائهة في العشق الممنوع اللي كان حاصل ده. ما استفدتش أي حاجة خالص، ما استفدتش أي حاجة خالص من دور الرواية في انعكاس مجتمعي تاريخي تقليدي للقارئ. أنا آسف في المقاطعة، فلندخل في المنهج. ماذا تقصد بالمعيارية هنا؟ المعيارية اللي أنا أقصدها اللي هي تناول الرواية بعناصر الرواية. أنت لسه ذاك نجيب محمود. هو بحكي لك هو يعني أنا تلميذ ذاك نجيب محمود. أنا أساسا الروح التائهة في الأول، يعني هل حد اقتنع بروح حسيب محمد وهي راحة تعيش في الجسد المجمع؟ اشمعنى روح حسيب محمد دونا عن كل الأشلاء؟
ليه؟ هل عشان كان هادي العتاك موجود يومها قدام الفندق عشان يقدر يحكي القصه بتاعه حارس الامن اللي كان بيحاول يواجه العرب؟ يعني هو الموقف ده فقط التبرير ان الروح دي دونا عن بقيه الارواح بتاعه الاشلاء انها تروح تلبس الجسد ده. طيب الصوره اللي هو عايز يقولها لي من فرانكشتاين هو النموذج الحق في بغداد، ان هو يثأر لجميع اعضائه او جميع اجزائه. هو ليه قتل الحلاق اللي هو كان مندوب وزاره التجنيد او كان مندوب ليه قتل؟ رغم ما فيش جزء في فرانكشتاين قبل التبديل، قبل ما صفه الانتقام تعم فيه، ما فيش جزء في فرانكشتاين قبل التبديل كان عايز ينتقم من الحلاق. أجاوب؟ لا روح ولا جزء. شكرا، الله يعزك. لا مفيش مشكله خالص، احنا نظامنا هنا في الصالون بس محدش بيقاطع حد. لا انا بسألك بس بعد اذنك، مفيش اي مشكله. يا جماعه انا معجب جدا بالديمقراطيه، ولكن الديمقراطيه لا تتنافى مع التقييد والتاسيس العلمي. بس في مدير جلسه يترتب النقاش. انا اسف جدا علشان يكمل النقاط. والله احنا ما شاء الله على ما الكل يكمل النقاط بعدها تجمع اللي تجمع النقاط عشان ترد عليكم وبعدين تطلع النقاش. بس عشان الواحد يسترسل يعني. مجرد ففي هنا مشهد غير مبرر خالص، ودس في النص، دس في القصه، غير مبرر بالكليه. في بعض المشاهد طبعا انا ما بحبش اتناول العمل الادبي ده بشكل حقيقي، يعني انا ما بحبش اتناول العمل الادبي من ناحيه تذوقيه اللي هو قصه عجبتني او مش عجبتني في الغالب. يعني لازم الاول نتناولها من الناحيه المعياريه وهي معيار العمل الادبي، سواء اي عمل ادبي له معايير. عناصر العمل الادبي من حبكه الى غيره، من اللي هو الروايه عذرا عناصر في مشاهد مبتذله كتير، في تجديف على الحقيقه بشكل كبير جدا. حتى في داخل المجتمع المختلط لابد ان هم يكونوا عارفين باسرار بعض واوضاع بعض، ولو مش هيعرفوا محدش فيهم يكتب او يؤرخ شيء من التجديف، زي صوره ام دانيال وهي بتكلم القس اللي في الصوره وقال لها احنا مش زي المسلمين اللي هم بيشترطوا على الله. ما فيش حد في المسلمين بيشترط على الله. النذر مرفوض في الاسلام ومنهى عنه، وحتى اصحاب النذر لا يشترطون على الله، ده هم بيتمنوا وبيكلف نفسه رغم يعني لاجل سعادته ان هو هيعمل كذا او هيعمل كذا وهو ممنوع عن ده. فما فيش في الاسلام اشتراط على الله والعياذ بالله. ده تجديف على الحق. من ناحيه الحبكه قلنا انها مسهبه جدا، من ناحيه الشخصيات ضعيفه جدا وسطحيه، من ناحيه الروايه فيها دس كتير جدا في السرد وفي الحكايه. الحكايه انا ما خرجتش منها باي شيء ولا باي ثمره، نهايه مفتوحه او مغلقه، لكن انا ما خرجتش منها. هو ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز تنقل واقع العراق؟ انا هقدر اقراه في اي مقام. اللي انت بتعمله ده اصلا دس على الحقيقه، ده مش حقيقي. نشر اخباري بس يعني بشكل عام، بس انا انبسطت ان انا اقرا الروايه علشان للاسف الشديد انبسطت ان انا اقرا الروايه عشان للاسف الشديد ربما اتفق مع احمد في النقطه دي، ان لو الروايه دي هي اللي هتاخد البوكر في سنتها يبقى احنا الادب الروايه عندنا الله يرحمه الله يرحمه. لو الروايه دي انت قلت معيارين، خلي عشان نروح. انت قلت معيارين، فالمعايير اللي تحكم صح، فكل لجنه ولها معاييرها، صح دكتور ولا لا؟ تفضل دكتور. فكل لجنه لها معاييرها. ممتاز محمود، عجبني والله. جزاك الله خير. شيء طبيعي، ما في ادب من غير تجديد، ما شغل ادب من غير خلاص. دكتور تفضل. هنسمع كلام الدكتور. السلام عليكم. قول الفصل. ربما مثل المرة الماضية سأقف على النقيض كما المرة الماضية كما وقفت على النقيض تماما من أحمد، هذه المرة أقف على النقيض تماما من محمود. دكتور في موقف دكتور دقيقة بفصل البث عشان مدة وبعد كده